عيني على بدك اسمي عادي، تبكي عيني عليه ما طال الزمن، طول الحياة والدموع على خدي، تبكي عيني عليه مفتاح البيبان، ركن الرحمن على الخير سدي، عزوني يا الناس في شيخ العربان، عزي وعنايتي ومفتاح ردي، تبكي عيني البوع ما طول زمان، تبكي عيني على ذاك اسمي عادي، وبعد نزوهي حضيت في حالة الأحزان، ومالي تدبير واش نفعل يا وعدي، في زمانه كنت نحسب ولد السلطان، في المملكة وزير تحت حرام سيدي، عزوني أنا في شيخ العربان، تراك داخل في صورة بعد ومفتاح ردي، تبكي عيني البوع ما طول زمان، تبكي عيني على مدى قسمي عادي، اللي مرقدني يعزوني يا ابنه في شيخ العربان، عزي وعنايتي مفتاح ردي، تبكي عيني البوع ما طول زمان، تبكي عيني على مدى اسمي عادي، وعياوي راودوه يهدوا وخذوا ما عندي، عزوني يا الناس في شيخ العربان، عزي وعنايتي ومفتاح ردي، تبكي عيني البوع ما طول زمان، تبكي عيني على ذاك اسمي علي، وناس اسمحت راكبين على الربعان، بالهمة واسلح من كل شي يقدي، شغل المجهود واسطارة بالمي، تبكي عيني البوع ما طول زمان، تبكي عيني على مداك اسمي عادي. تحية إليكم ناس مثلي. الله يبارك فيك. شكر الله لك سيدي عبد الكريم بن حسان هذه القصيدة وهذا الابتهال. أيها الحضور الأكارم، نبدأ على بركة الله في حفلنا البهيج هذا، وبدايته بدعوة السادة العرسان، عرسان هذه الليلة وسلاطينها، إلى المنصة. نذكرهم واحدا واحدا، كل واحد باسمه وجميل واسمه، بداية مع العريس الأول كديد عبد الهادي. العريس نطلب العرسان الحضور إلى المنصة. العريس الأول مع المتوج الخاص به، العريس كديد عبد الهادي. طبعا نستغل هذا الفراغ ليتما يعني السادة المنظمين قاموا بواجباتهم، فندعو إلى الجميع بالبركة في هذا العرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في حياتهم الزوجية، دون أن ننسى أن نقدم أسماء
عبارات الترحيب والعرفان لكل السادة من حضر معنا في هذا الحفل وهذه المناسبة، ونخص بالذكر السادة المشايخ الذين وفدوا إلينا من داخل وخارج الوطن. نذكر أن الملتقى الدولي الذي اختتمت فعاليته في هذا المساء على مستوى جامعة غردايا، الملتقى الدولي السابع للطريقة الشيخية وأعلامها في عموم أوروبا والجزائر، سيدي بالعالية المدجن. صاحب هذه الساعة عزيز حاج بن البحر ووالديه يا رب والى رحمتك ابنه العبد القادر يا رب الخاصه والى والدنا هذا الحاضرين يا رب. في هذه الاثناء ايضا موازنه مع تحضير المنصه للتتويج، اذكر الساده الحاضرين ان على خلاف العاده التي جرت يعني السلكه التي تكون بالموازاة مع العرس الجماعي كانت في السابق تنطلق بعد صلاة العصر وتختتم الفاتحة بعد نخص بالذكر سيدي الحاج أحمد بن بحوص رضي الله عنه، وكذلك سيدي الفقيد المرحوم الحاج قادة الذي شاءت الأقدار أن نفقده قبل أيام قلائل من الطبعة السابعة من طبعة العرس الجماعي والطبعة السابعة للملتقى الوطني الدولي عليه سحائب الرحمة والغفران. طبعا نعيد للسادة المنظمين نطلب منهم فضلا وليس أمرا الإسراع في إحضار العرسان إلى المنصة. ايه ولاد سيدي هذا عزيز رامك سيدي كانوا في الحمام. دائما مع انتظار السادة العرسان نقطة نظام فقط، السادة المنظمين يطلبون من الصحافة والمصورين مشكورين على تغطيتهم، فهم عيننا التي يرى بها الآخرون هذا الاحتفال، ولكن رجاء الجلوس لأنه خلفكم أناس آخرين يجب أن يشاهدوا ويستمتعوا أيضا هم بهذه المناظر. نذكر أيضا أنه في هذه السنة انطلقت مسابقة القرآن الكريم لمؤسسة سيد الشيخ، وهي مسابقة دولية تشرف عليها مؤسسة سيد الشيخ. حضر فيها معنا ثلة من أهل الله وخاصته أهل القرآن الكريم، وقد أقيمت هذه المسابقة ليلة البارحة على مستوى ولاية غردايا، وسيعلن إن شاء الله على الفائزين. خير ما نفتتح به أيضا نقطة نظام أخرى، رجاء يعني تطفئة جهاز الميكروفون أو مكبر الصوت الخارجي للمسجد لكي لا يمتزج الصوت مع الصوت ويكون الإخراج جيد إن شاء الله. إذن نبدأ ونعود كما يقال بدء على عود إلى السادة العرسان، أولهم السيد العريس خديد عبد الهادي مع متوجه، فليتفضل مشكورا غير مأمور. مش عارف نعدل الباب على 40 واحد تم عدل صغير. العريس الثاني العناق المدني، وسبحان الله جاء فيها سجع رائع، عريس ثاني العناق المدني. كذلك عريس آخر بن ثانية حمزة، بعده بن طيمة عبد الهادي،
الشيخ الزيدوري، بعده حميد يلبسوه زاوي سيد الشيخ إبراهيم، طواهر زاوي سيد الشيخ العلاء، طواهر عبد الفتاح، حروز عبد الرحمن، قربوز إدريس، سونا عمر، هيبة بو حفص، هيبة الطاهر، منى عمار، محمد علي. الآن يتوسط هذه المنصة السادة حفاظ القرآن لهذه الطبعة، أولاد الحاج يوسف محمد، شامخة عبد الله، بوعمامة محمد الأمين، بن حديد محمد الهاشمي. طبعا نذكر أنه هنالك مجموعة من المكرمات أيضا بحفظ كتاب الله، بكاي أسماء، طالب أحمد، وهبة، مولاي الأخضر فايزة، الدين صفاء، دار ماريا، والأعور منال. نكمل قائمة العرسان إن شاء الله. طيب أحمد ناجي، طراش محمد، معطلة توفيق، شحم مختار، بالغيت عبد الوهاب، عبد النبي عبد الحكيم، عنقب عبد الكريم، الأزاوي حميدة، الأحرش إدريس، بلكو مصطفى، بن مسعود إلياس، نعم بن مسعود إلياس والد ابن المرحوم عمر الذي قدم كثيرا للثقافة في الجزائر وخاصة في بلدية مدليلي، بلكو عبد المالك، بن خيرة سيد أحمد، معطلة نور الدين، وختام 30 رسيوي موسى. إذن بعدما اكتمل عقد هذه الليلة من العرسان الأفاضل، خير ما نفتتح به حفل التتويج هو آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا اللهم لا تحرمنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك واسترنا اللهم في المحيا والممات. اللهم إننا نتوسل إليك بهذه الأسماء التي ذكرها سيدنا عبد العزيز. هذه دعاء أسماء الله الحسنى. اللهم إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبكتابك الأعلى، بكتابك القرآن الكريم، وبأحب الخلق إليك وأعظم وسائل لديك، الوجود السبب في كل وجود سيدنا ومولانا رسول الله، وبالحسنين وبأمهما فاطمة الزهراء، وبجدتهما خديجة الكبرى، وبالسابقة الصديقة عائشة أم المؤمنين، والأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين. عبد هو لك اخترته من ولايتك، يا رب نتوسل اليك بالجميع. اللهم يا رب انك تعلم ان لكل واحد منا في هذه الجنه الطيبه وفي هذا البيت الكريم بيت الله كل واحد له شيء في قلبه وقلبه من الشيطان الرجيم. يا رب اصرفه عنا جميعا. اللهم ان اخوانا لنا واولاد لنا واحباب لنا تخلفوا عن بسم هذه. الله الرحمن الرحيم. المرضى جميعا في المستشفيات وفي البيوت اللهم اشفيهم جميعا. وناس لنا طلبوا منا ارسلوا لنا رساله ألف والذي أنزل إليك من ربك الحق
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيه يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قاله مولانا وخالقنا ورازقنا لمن الشاهدين. الحمد كل الحمد ما عبد حمد، لله دوما قل هو الله أحد، من أنزل الحق بهدي واضح، له الغنى عمن عبد ومن جحد، ومن هدى النجدين عقلا واضحا، وقدر الإنسان خلقا في كبد، قد سبحت بحمده كل الأمم، وكل وجه قام لله سجد، ما ضاع من له وجد، فقولوا لي من ضيع الله فماذا قد وجد. سبحانك يا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، واطلب بها ما ترتجيه، تنل بها أوفى نصيب. أيها الحضور الأكارم، ونحن في هذه الطبعة من العرس الجماعي لمؤسسة سيد الشيخ
والمناسبة ليست ككل المناسبات، والحال ليس كما كل الأحوال، فالمناسبة فيها مناسبات ومناسبات. أولها عالمي، وما يحدث في فلسطين التي نسأل الله سبحانه وتعالى بقدر ما حملت على عاتقها شرف هذه الأمة أن ينصرهم ويثبتهم ويستجيب في اليهود والصهاينة دعاءنا ودعاء مشايخنا آمين. وثانيها وفاة سيدي الشيخ عبد القادر بن بو حفص ممثل أو شيخ الزاوية وخليفتها عليه سحائب الرحمة والغفران. وليس كل فقيد كمن فقدنا، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، ولكن حضور هذه الوجوه النيرة التي زينت هذا المحفل الكريم أعظم سلوان وعزاء لما فقدنا في شيخنا عليه رحمة الله تعالى. كذلك وجوه نيرات زينت هذه المنصة من داخل وخارج هذا الوطن، وهم مشايخنا ودكاترنا الأفاضل الأعزاء الذين شاركوا في الطبعة السابعة للملتقى الدولي سي الحاج قادة بن أحمد الملتقى الدولي السابع للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر وإفريقيا وأوروبا وعموم العالم، العلامة سيدي معمر أبو العالية البكري نموذجا. نقول لهم كل واحد باسمه وجميل واسمه حللتم أهلا ونزلتم فضلا في هذه البلدية المضيافة مثل الشعانبة. كذلك آخر أو أحسن هذه المناسبات من اجتمعنا من أجلهم، وهم هذه الوجوه، وجوه العرسان الأفاضل، وكذلك ختمة القرآن الكريم الذين سنتوجهم بعد قليل إن شاء الله. ولكن قبل هذا وذاك أزف لكم من أعماق قلبي تحيات زاكيات رواسي معبقات ببريج الورد مسربلة بالهناء والند، تحية من قلوبنا، تحية حين يلقونه سلاما، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نرحب بكم باسم مدينة مثليل الشعانبة وأهلها، ولسان حالنا يقول: قف يا زمان فحينا قد أوقدت فيه الكواكب تنسج الإمتاع، قف يا زمان وحي من نزلوا بنا سكنوا القلوب خالطوا الأضلاع، قوم على هام الزمان تألقوا وكسوه فوق جماله إبداعا، ساغوه تبرا نستلد بريقه وتلوه شعرا أطرب الأسماع. ولسان الشعر الملحون يقول: سهل يا ربي خالق يا قهار، نزور المدينة ونفاجئ الخاطر، نسلم نعرج على الأحباب نذكر بافتخار، نسلم على الأجداد الغايب والحاضر، يا مثليلي فيك تتفاجى الانظار، أرض النية فيك متعة للزاير، أهلها عز فخر واعتبار، حكمة علم ونيف نصرة للمعسر، إذا قلت أنا شاعر من وفي الأقدار، أرضي ما يوصفها وصف الشاعر. سيدي الشيخ والنائب بمجلس الأمة في كلمة ترحيبية بالمناسبة فليتفضل مشكورا غير مأمور، عله يرقع شيئا من سهوات كلماتي التي كانت في بداية هذا الإلقاء، فيقال في المثل: مواجهة السيوف ولا مجابهة الصفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، توكلنا على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل هذه البلدة الطيبة، أهلنا في مثليل الشعانبة، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيوف الجزائر، ضيوف الملتقى الدولي السابع للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر وإفريقيا وأوروبا وعموم العالم، وكذلك
أن نقرأ سورة الفاتحة على روح شيخنا سي الحاج عبد القادر رحمة الله عليه، الذي فارقنا الأسبوع الماضي بحسن الخاتمة. الحمد لله مات ساجدا لله في صلاته. فنبدأ سورة الفاتحة ترحما على روحه. صدق الله العظيم. نرحب كذلك بضيوفنا الذين جاءونا من كل مكان، من كل الولايات ومن خارج الوطن، بكل من يبادلنا مشاعر المحبة، بكل من يتصل معنا روحيا بشيخ من مشايخ الطرق، اسم أبناء الشيخ سي الحاج أحمد بن بحوص، الذين اختاروا خليفة للشيخ سي الحاج عبد القادر رحمة الله عليه، وهو الشيخ سي الحاج محمد الطيب ابن الشيخ سي الحاج أحمد بن بحوص. اليوم يتوج إن شاء الله على رأس هذه الزاوية لتستمر مرحلة البناء إن شاء الله، ويستمر التدريس في المدرسة القرآنية إن شاء الله، وتستمر الزاوية في برنامجها الطموح الذي إن شاء الله سيخدم أهل هذه البلدة الطيبة، ويخدم الإسلام، وتكون من بقاع العلم إن شاء الله، من أحسن بقاع العلم إن شاء الله في هذه المعمورة إن شاء الله. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين، ومن الحلال مرزوقين، ومن الحرام محفوظين، ومن المعاصي هاربين، وعلى الطاعات واقفين، وبالشهادة ناطقين، وفي الآخرة مرحومين، وفي القبر مؤنسين، وعند السؤال ثابتين، وفي الحشر آمنين، وعند الميزان راجحين، وعلى الصراط جائزين، ومن الحوض واردين، وفي الجنات خالدين، وفي الفردوس نازلين، وفي العليا ساكنين، في وجه الله ناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورسول العالمين. ومرحبا بالزائرين، مرحبا بكم، مرحبا بكم في زاوية سيدي عبد القادر محمد وزاوية الشيخ سيدي الحاج أحمد بن بحوص. الحمد لله. وهاي الكلمة لسي حمزة. شكرا جزيلا. تفضل سي الحاج. طيب نلبس إن شاء الله البرنوس سي الحاج الطيب، ويشاركنا في تلبيس سي الحاج طيب وسي مولاي إن شاء الله. سي مولاي أحمد، بسم الله. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبارك الخليفة الثاني بعد السي الحاج عبد القادر رحمه الله، وبعد السي الحاج حمد بهذه الزاوية، وأصبح الخليفة الثالث. نرجو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعينه على عمل الخير في زاوية مباركة مشيها كتاب الله وسنة رسوله واتباع السلف الصالح، فيها من الذكر ومن قراءة القرآن وإطعام الطعام وحب المساكين ومحبة الصالحين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب قوم حشر معهم. وفي الحديث الثاني: يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والمرء مع من أحب، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، فعسى بالصالحين أنال الشفاعة.
وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في تلك البضاعة. قال أحمد بن حنبل: تحب الصالحين وأنت منهم، فعسى بك الصالحون ينال الشفاعة، وتكره من بضاعته المعاصي وإن نجاك الله من تلك البضاعة. ومن دليل قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وهذا هذه معاني الزوايا والمتكئات في الشرق أو الوعاظ في الشرق كما تسمى، ولكنها بيوت خير وعمل خير. نسأل الله له الخير إن شاء الله والإعانة إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذه الكلمات النيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ الخليفة في أداء ويعني في تحمل هذه المسؤولية التي هي تكليفا أكثر منها تشريف. دائما مع الكلمات النيرات، وأحيل الكلمة إلى ضيف من ضيوفنا الأعزاء الذي حضر معنا، وهو سيدي بوعمامة، الشيخ بوعمامة بالحرمة، حفيد الشيخ بوعمامة المجاهد الشهيد الفد الجزائري. فليتفضل في كلمة مختصرة مقتضبة مشكورا غير مأمور. تفضل سيدي الشيخ، هذا طلب من السادة المنظمين للحفل. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. هنيئا لنا جميعا بهذا الحضور الكريم، وهنيئا لهؤلاء العرسان الشباب بهذا التحصن. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الآيات. هنيئا لهم إتمام نصف دينهم، فليتقوا الله في النصف الآخر. إذن وتعزيتنا جميعا في فقيد هذه الجهة، فقيد الطريقة سيدي عبد القادر بن أحمد بن محافظ البوشيخي البكري. صلى الله تعالى يتغمده برحمته، صلى الله تعالى يتقبل من الجميع. ومؤسسة سيد الشيخ سي حمزة جزاه الله خيرا، صلى الله أن يعينه. وسي الطيب خليفة سيدي عبد القادر بن حمد، صلى الله تعالى أن يعينه على مواصلة خدمة طريقة الأسلاف في هذه الزاوية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الكلمات النيرات، وختامها مسك إن شاء الله قبل تتويج العرسان، وهي كلمة من فضيلة الدكتور أنس العيسوي العميد الوفي للحضور إلى الملتقى، فلم يتخلف عن أي طبعة، فالملتقى في طبعته السابعة وحضر كل الملتقيات. فليتفضل من مكانه سيدي الشيخ. سيدي الشيخ من مكانك فلتتفضل في كلمة مختصرة للحاضرين باسم كل الضيوف المشاركين في الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا أهل متليل الشعانبة. ومرة أخرى شرفنا الله جل وعلا أن نلتقي في هذا المكان المبارك الطاهر. نحن نلتقي اليوم
في هذا العرس الجماعي المبارك التي دأبت الزاوية المباركة التي نحن بحضرتها ومؤسسة سيدي الشيخ على أن تزوج في كل عام ثلة من شبابنا. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم كل خير وأن يبارك لهم. وأقول للعرسان جميعا بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم وبين أزواجكم بالخير إن شاء الله تعالى. أيها السادة، أنا دأبت أن أحضر كل اللقاءات. هذا اللقاء يختلف عن سابقاته. الأمر الأول أن الزاوية فقدت عميدها وشيخها فضيلة الشيخ عبد القادر بن أبي حفص رحمه الله تعالى، ونشهد أنه كان رجلا صالحا تقيا نقيا صافي السريرة لا يتكلم إلا بأمور الآخرة. دائما ما يطلب من كل شخص يراه أن يدعو له بحسن الخاتمة، وقد استجيب له الدعاء فمات وهو ساجد. رحمك الله يا شيخ عبد القادر، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أهل متليل الشعانبة ويا أهل مؤسسة سيدي الشيخ، نعزيكم بوفاة الشيخ عبد القادر ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا شيخ عبد القادر لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. والأمر الثاني، ونحن نحتفل اليوم لا ننسى إخواننا أهل غزة الذين يمتحنون ويعذبون ويقصفون ويقتلون في كل يوم وليلة، فنسأل الله جل وعلا أن ينصرهم وأن يحقن دماءهم وأن يذل الصهاينة ومن معهم، وما ذاك على الله بعزيز. ونسأل الله جل وعلا أن نرى نصرا قريبا غير بعيد يسر فيه المؤمنون ويذل فيه أعداء الإسلام والمسلمين. أيها السادة، نبارك إن شاء الله، ولا أريد أن أطيل. الشيخ محمد العجان في السنوات الماضية واليوم ما موجود معانا، كان المفروض أن يحضر وهو يبلغكم السلام الشيخ محمد العجان الحديدي، وأراد أن يحضر لكن لعارض ما حضر إلى مجلسكم هذا، فهو يبلغكم السلام ويسلم عليك. قال لا نطول على العرسان لأنهم الآن يجلسون على جمر، يريد كل واحد منهم أن يلتقي بنصفه الآخر، ونحن نتكلم ونأخذ الكلام مثل ما يقولون في العراق: الصياد يتجلى والطير يتفلى. فلذلك لا نطيل الكلام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق. في سنين ماضية قلت لكل من تجاوز 50 أن يثني يتزوج ثانية، ولكنني سمعت كلمات ربما كانت سببا في تراجعي عن هذا الموقف، فأعلنها من الآن أنني لا أدعو لهذا ولا أشجع أحدا أبدا. ومن كانت له زوجة، خاصة المشايخ الشياب الكبار، فليذهب لها هذه الليلة ويأخذ له في يديه هدية بسيطة ولو قطعة حلوى حتى يصلح ما أفسده الدهر بينهما. فأسأل الله جل وعلا لكم يا أهل متليل الشعانبة أن يديم عليكم الخيرات والمسرات، ويجعل أيامكم كلها أيام أفراح إن شاء الله، وأن يبعد عنكم الأتراح، وأن يبارك في العرسان
وأن يجعل فيهم ذرية صالحة إن شاء الله تعالى. شكرا لمؤسسة سيدي الشيخ، شكرا للقائمين عليها ولأخي الوزير السابق وعضو مجلس البرلمان السيد حمزة على ما قدمه ويقدمه. وأبارك لفضيلة الشيخ الطيب تسلمه هذه المهام نيابة عن الشيخ عبد القادر، وأقول أنت خير خلف لخير سلف، وأسأل الله جل وعلا أن يعينك عليها وأن يوفقك لخير البلاد والعباد، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله لك هذه الكلمات النيرات، ونقول لك مرحبا في بلدك الثاني، ولو كان الأصل نقول بلدك الأول الجزائر، أنت وكل الضيوف. نجدد الترحاب بكم ونقول مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل. قلوبنا هي المحل وهي فسيح المنزل. أسعد الله صباحكم بكل خير. لا تظنوا أني واهم حينما قلت أسعد الله صباحكم بكل خير، فما حالي وحالكم إلا كما قال الأول. صبحته عند المساء فقال لي ما هذا الصباح، وظن أنه مزاح، فقلت إشراق وجهكم غرني حتى تبينت المساء صباح. الآن اللحظة التي ينتظرها الجميع، وهي لحظة تتويج عرسان هذه الليلة 30 على عدد الأيام. بارك الله لهم كما بارك في الساعات واللحظات. ولكن ميزة هذه السنة هي أننا سنتوج العرسان إن شاء الله من طرف متوجهم بقصيدة البردة الشريفة، ومعهم نتوج السادة الحاضرين ضيوف هذه البلدة بتتويج شرفي خاص ببردة بالشعب البرنوس. فليتفضل السادة المشايخ الحاضرين معنا لتتويج الضيوف، وليتفضل المتوجين لتتويج العرسان بقصيدة البردة البصيرية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد. بسم الله يا فتاح القلوب، علمنا يا علام الغيوب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشي الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. أمن تذكر جيران بدين سلام مزجت معا جرى من بقلة الندم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء بإظامي. فما لعينيك إن قلت كفوفا أمات، وما لقلبك إن قلت استفيق يهيم. أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البني والألم، ولا أعارتك ثوب عبرة وظنا. ذكر الخيام وذكر ساكن الخيام، فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذول الدمع والسقم، وأثبت الوجد خط عبرة وضعنا بك البهار على خديك. وأنا من عمسرى طيف من أوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في
سر بمستتر عن الوشاة ولا داء بحاسم لاحظتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي إذ اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أمعت في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما تعاضت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل قرضيف الألام براسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي براد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجوم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة اللهيب والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه يفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استعلت المرأة فلا تسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الصلاة على المختار سيدنا هو الشفيع غدا في سائر الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر زلاتنا الجود والكرم يا ربي واختم لنا بالخير والسعادة بحرمة الدين والقرآن والعلوم. اللهم بارك لهم وفيهم وألف بينهم مودة ورحمة يا رب العالمين. اللهم بارك لهم وفيهم اللهم بارك لهم وفيهم وألف بينهم مودة ورحمة يا رب العالمين. اللهم يا ربي اجعل هذا الجمع جمعا مرحوم وتفرقنا بعده سليم المعصوم ولا اجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا عندنا شقي ولا محروم. بلادنا الجزائر اجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. إخواننا في غزة اللهم انصرهم اللهم انصرهم. اليهود اللهم اشتتم لهم واحرق بيوتهم واجعل عليهم بيوتهم نارا يا رب العالمين. اللهم اغرق سفنهم واسقط طائرتهم واجعلهم أذلة مقهورين واجعلهم يا رب هم وأموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين واطفي نار الفتن بين المسلمين واجعل يا رب هذه الساعة في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة اجعلها يا رب ساعة استجابة يا رب. حقق الرجاء للجميع وافتح على الجميع وانصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بلادنا الجزائر يا رب اجعلها آمنة مطمئنة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ومن وليتها ومن من أمورها فاعنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والله هي دعوات نيرات
نتمنى ألا نتوقف من سماعها، ولكن سلاح الوقت أو سيف الوقت حاسم فوق كل الرؤوس. لذلك مع اعتذارنا عن عدم اللباقة ربما نقول نعتذر سيدي الشيخ أن نقطع هذه الدعوات النيرات، ونقول بالموازاة لسادتنا العرسان سلاطين هذه الليلة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما وبين أزواجكم في الخير. نقطة نظام أخرى: نرجو من السادة المتوجين الآن النزول، فمكانهم محفوظ مخصص يعني لنستمر في متطلبات هذا الحفل الكريم. كما نطلب من السادة الصحفيين مرة أخرى رجاء الجلوس، فهنالك من يريد أن يستمتع بهذا النظر. نجدد الترحاب بكم كل واحد باسمه وجميل واسمه في هذا الحفل البهيج الذي يدل على انتمائنا وعلى حبنا هذه الطريقة وهذه المشاريع الخيرية التي يظهر فيها التكافل أيما ظهور، والتي نتمناها دائمة ومستمرة، فهي تعطي الوجه الحقيقي للجزائر دولة وشعبا. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل ولو بالكلمة الطيبة. الآن تتويج خاص لعرسان هذه الليلة من طرف مؤسسة سيدي الشيخ. أدعو فضلا وليس أمرا كلا من السيد آل-سيد الشيخ حمزة رئيس المؤسسة والسيد آل-سيد الشيخ محمد الطيب